السلام عليكم، معاكم الكوتش محمد والي، وده الفيديو رقم 5 في كورس الافتتاح الإيطالي للمبتدئين. يلا بينا نبدأ. ده الماتش رقم 2 من الماتشات التطبيقية على الجزء الأول من كورس الافتتاح الإيطالي للمبتدئين. الماتش ده كان ماتش بليدز. بلعب بالأبيض. الدور بدأ ب E4، الأسود رد عليا ب E5، نايت F3، الأسود رد عليا بنايت C6. فهنا أنا لعبت بيشوب C4 الافتتاح الإيطالي، رد عليا بالتو نايت. ده الدفاع، الفراسين، دفاع الفراسين أو دفاع التو نايت ديفنس. هنا لعبت دي 3، فالأسود لعب بيشوب C5 فلعبت نايت C3. فهنا الأسود قرر إنه يبيت. وهنا النقلة اللي أنا كنت بحب ألعبها كتير هي نقلة A3 waiting move. فالاسود لعب دي 6، كده هو يعتبر قفل على رجوع الفيل الاسود وفتح للفيل الابيض بتاعه، وده شجعني ان انا اروح اربط له النايت بفكره اني عايز العب نايت على دي 5. فهنا الاسود لعب بيشوب جي 4. وهنا النقله اللي احنا يعتبر محضرينها مع بعض هي نقله نايت دي 5. ابدا ان انا اهاجم النايت بتاعه، ولما يهاجم لي النايت بتاعي لاحظ ان انا مش مبيت والاسود مبيت. وهنا في نقله قلنا عليها بيست موف هي سي 3 ديت. الانجن طبعا بيرشحها. انا هنا برشح نقله كوين على الدي 2. ردها صعب جدا على الاسود انه يلاقي النقلات الصح. فهنا هو لعب البيست موف انه اكل النايت بتاعي اللي على اف 3، وانا هنا مش باكل البيشوب. امال بتلعب ايه؟ انا بلعب بيشوب تيكس نايت، هات الكوين بتاعك. هنا هو اكل بالبون. فهنا انا لعبت كوين على اتش 6، عايز حصان في بيدق في اف 6، عايز كش في كش مات. فدلوقتي الاسود كمل بفيل في بيدق، عايز الروك. فهنا انا بيت طويل، فالاسود قام لاعب نايت على الاف 3. فهنا لعبت له روك جي 1، عاوز الفيل، فاكل الرخ بتاعتي، فاكلت بالروك. وهنا انا طالب البيشوب بتاعه اللي على جي 2. فهنا دخل بالملك لجوه، فلعبت نايت على الاف 6، طالب كشمات في اتش 7. فهو هنا اجباري لازم يكسر وزير في حصان. فهنا انا اكلت بالوزير بكش، وهنا هو لازم يطلع، فكده كش ملك ومات. ده كده كان الجيم رقم 2. طبعا الفكرة بتاعتنا أهم فكرة لما يجي يربطني نايت دي 5، وإن لما يلعب نايت دي 4 كوين على دي 2. طيب تعالى نشوف مع بعض الجيم رقم 3. هنا E4 E5 نايت F3، نايت على C6، بيشوب على C4، نايت على F6، D3، بيشوب على C5، نايت على C3. هنا الاسود لعب لي H6. كده هو حرمني من فكرة ان انا اروح اربط الحصان بتاعه اللي في الاف 6. طيب تعال نشوف انا كملت ازاي. لعبت النقلة اللي انا بحبها E3 waiting move، فقام لعب لي A5 بيفتح لفيله انه ممكن يرجع، وفي نفس الوقت بيمنع ان انا العب B4 فيما بعد. هنا انا لعبت H3، فهنا هو بيت، وهنا قمت انا راجع بالفيل لورا مستنيه يلعب الدي 6. فهنا لعب دي 6. فهنا لعبت بقى النقله بتاعتنا جي 4 عايزه جي 5. كده انا عاوز العب جي 5، وهبدا ان انا احط فيلي في المربع ده عشان اربط الحصان، وبعد كده ادخل النايت اهاجم النايت اللي موجود على اف 6. هنا هو رجع نايت اتش 7، دي البيست موف عنده. وهنا انا كنت محضر نقله قويه وهي جي 5 على الهوا، كل البيدق. فهنا المفروض ياكل بالبيدق، دي البيست موف. هو اكل بالنايت برضو مش خطأ.
كلت حصان في حصان عشان افتح للوزير بتاعي، فاكل بالبيدق اجباري. فهنا قمت داخل بالنايت على دي 5 علشان امنع ان الوزير بتاعه يخش على اف 6 ويبدا ان هو يهاجمني. فهنا لعب نايت على دي 4. النقله دي مش افضل حاجه، نقله غير دقيقه. فهنا قمت لاعب كوين على اتش 5، دخلت وزيري ناحيه الملك بتاعه. فهنا انا سبت له البيدق اللي موجود على سي 2، ممكن انك تاكله بكش وبعد كده كمان تاكل مني الروك. فده كان يعتبر التراب اللي انا بلعب عليه. فهو فعلا اكل البيدق بكش، وهنا انا دخلت بالملك هات الحصان فاكل الرخ بتاعتي. وهنا انا محضر له بيشوب تيكس جي 5، هات الوزير بتاعك. طبعا الوزير بتاعه لو قرر انه يمشي في اي مكان، مثلا كوين على الاي 8، هديله كش على اف 6، ولما يجي ياكل هلعب له كوين جي 6 بكش، ما يقدرش ياكل ببدا الاف، ولما يخش جوه كش مات. طبعا هنا لو قرر يلعب مثلا اي حاجه تانية، مثلا اف 6 المنظر ده، نايت اي 7 كش مات في واحد بسبب ان الفيل الابيض عملت بيه ديسكفر دبل تشيك. فهنا الاسود اجباري تقريبا بيموت. فهنا هو لعب بيشوب على اي 6 وساب وزيره. انا هنا اكلت الوزير، بس في نقله كمان حلوه، ان انا ممكن العب له نايت على الاف 6 بش، بحيث لو اكل بالبيدق بالمنظر ده، انا هنا ممكن ان انا العب بيشوب على اتش 6، هات الرخ بتاعتك. لو الرخ بتاعته قررت ان هي تمشي، ممكن العب روك جي 1، ولو قرر انه يطلع بالملك لفوق بيشوب على اي حته كالشمال بالوزير. فهنا انا اكلت الوزير بتاعه اللي موجود على الدي 8 بالمنظر ده. فهو هنا اكل بيه الرخ بتاعته، فاديته كش بالحصان على اي 7، فاتحرك بالملك، فكلت فيل في فيل بالمنظر ده، فاكل بيه البيدق. فطلعت بالنايت بكش، فهنا مشى بالملك، فهنا جبت الرخ بتاعتي للهجوم، فبدأ يمشي بالرخ. فهنا انا مشيت بالوزير عايز ادي كش مات، فزق البيدق فاكلت البيدق، فلعب نايت بي 3. وهنا الدور كمل نايت على اف 4، هاتمات لعب بيشوب على دي 4، فلعبت له رخ في بيدق بكش، دخل بالملك لجوه، لعبت نايت جي 6 كش ملك مات. هنا فكرة او التحضيرة ان انا بفتح عمود الجي بجي 5. طبعا انا مستنيه يلعب دي 6 عشان العب جي 4، وبعد كده جي 5 على الهوا. هو اكل بالنايت، فانا اكلت فتحت الوزيري، وبعد كده دخلت الحصان عشان امنع دخول الوزير بتاعه في اللعب عشان ما يدافعش، وبعد كده دخلت وزيري وسبت له الرخ بتاعتي. وطبعا هنا الملك الاسود بيموت. ومهم جدا عمود الجي اللي اتفتح خطير جدا على ملك الخصم. اشوفكم في فيديو جديد ماتشات تطبيقية على الجزء الأول. مع السلامة.